And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط قوي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزة تشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ فيديو النهاردة مع بعض. وبيبدأ الجزء التاني والأخير على لينغ وهي بتقول لنان تعالي قربي، ويضحكوا الكل ويقولوا كنا عارفين ان هي هتتراجع هتعيش بأي وجه دلوقتي، وتجري لينغ تنقذها لكنها بتحضن كوش وتبكي والكل يصورهم وتحزن لينغ جدا وتبص عليهم وتسيبهم وتمشي، ويشوفها كوش ويزق نان ويطلع يجري وراها وتتضايق نان وتقول كوش انت حافزي الوحيد للعيش مش هسيبك ابدا. وتظهر لينغ قاعده لوحدها في كافيه ومتضايقه جدا، وتيجي ماي وتقول لها لينغ عامله ايه، احنا برضو كنا اصدقاء لمده 3 سنين في المدرسه، ما ينفعش تكوني قاسيه قوي كده معايا. انا عارفه انك بتحبي زيون بس لو انت عاوزاه انا ممكن اسيبه عشانك دلوقتي. فتضحك لينغ وتقول لها انت مش مكسوفه من نفسك ومن الكلام اللهبل اللي انت عماله تقوليه، وبعدين انا مبقتش بحب زيون خلاص، علاقتكم دي حاجه ترجع لكم انتوا ماليش دعوه. وتقوم وتسيبها وتمشي. ويجي زيون ويقول لماي انت كويسه، وتقول له واضح ان لينغ لسه بتحبك وانا مش عارفه اتصرف. ويقول لها هو انت ازاي شايفه ان هي ممكن تكون صديقتك لحد دلوقتي، هي مش صديقه كده، انا معجب بيكي انت وبحبك انت ومش عاوزك تكلميها مره تانية. وتقول له خلاص. وفي الكافيتيريا تقول ماي ان اكل المدرسه سيء جدا وان هي ما بتعرفش تاكل، ويقول لها زيون خلاص هعزمك بره. وتشوف لينغ قاعده بتاكل وتقول ايه طبق الرز ده كله، انت بتاكلي الاكل ده ازاي؟ ويضحكوا في الكافيتيريا عليها وتقول طبعا بتحاولي توفري فلوسك يا لينغ دايما. وتقول لينغ ان دي حاجه ما تخصش حد، ويضحك زيون وتتضايق ماي وتقوم ويقوم يجري وراها. وشويه وتيجي صديقه لينغ وتقعد تاكل معاها وتقول لها حاولت ان هي تحرجك قصاد زيون بس هي اللي اتحرجت. فتقول لها اتوقفي عن الكلام دوت، انا مش عايزه اسمع عنه حاجه، انا ما بقتش معجبه بيه وبعدين هو بيحب ماي دلوقتي. فتقول لها بس هو ما كانش يعرف وشها الحقيقي، انا متاكده انه عاجلا او اجلا هيسيبوا بعض. وشويه ويدخلوا الفصل وتقول ماي سيده طعم المدرسه وصلت، والكل يقول ان هي بتاكل اكل المدرسه سيء الطعم. ويبص عليها كش وتتضايق لينغ وتقول محدش ليه دخل في حياتي، وبعدين هو مش كلنا بناخد مصروف من اهلنا عشان المدرسه؟ فين المشكله ان انا ادخر شويه منه؟ لو عاوزيننا كلنا نبقى زيك ونرمي الاكل، بس انا مش بنت مدلله وغنيه زيك يا ماي عشان كده ما بعملش كده. وتتعصب ماي وتقول لها انتي، وتروح لينغ تقعد جنب كش وتقول له ايه رايك، ويقول لها ما كنتش عارف انك بتقدري تتكلمي بالطريقه دي الصراحه. فتقول له في حاجات كتير انت لسه ما تعرفهاش عني. وهنا تدخل نان الفصل وتقرب من كش وتديه الطعام وتقول له شكرا من اجل امبارح، ده اكل انا عملته بايدي علشانك. فيقول لها كش المفروض تشكري لينغ مش انا، هي اللي انقذتك. فتقول له بس انا لسه عندي شويه اسئله عاوزاك تحلها لي. فتقول لينغ طبعا مفيش استسلام، ويخبي كش نفسه منها. وبعد المدرسة تكون مروحة وتوقف نان وتقول لها لينغ ايه رأيك نروح سوا؟ ويجي اخوها ويقول نان سمعت انك اخدتي منحة دراسية اكتر من 6000، هو ده صح؟ فتقول له وانت عاوز ايه؟ فيقول لها انا جاي اسأل زمايلك عن ده، للنظر انك متوترة بالشكل دوت ممكن ما يبقاش صح. فتقول له المنحة دي بتاعتي وده ما يخصكش يا اخي، وتكون في بنت واقفة معاه وتقول لها انا سمعت ان علشان اعانة طلبة فقيرة هنا في شخص اتنازل عن منحته الدراسية، هل ممكن تكون انتي؟ ويقول اخوها هو ده، انا كنت متأكد ان في حيلة في الموضوع يا نان، بس انا مش هعرف حد، هاتي 6000 الهدية اشتري بيهم هدية لعيد ميلاد صاحبتي. فتتعصب لينغ وتقول نان مستحيل يا اخي دي منحتي انا. فيتعصب ويقول لها انا هوريكي يا نان. فتقول له لينغ انت بتعمل ايه؟ فيقول لها حسنا يا نان صدقي او لا انا هروح احكي لماما كل حاجه عشان ال6000 بتوعي هيرجعوا لي وانك مش عاوزه تديهم لي. وتقول صديقته البجحه هو انت بخيله ليه، ما تدي اخوك الفلوس. وهو يقول لها حبيبتي انا اسف ما كنتش متوقع ان اختي تطلع بخيله بالشكل ده، بس انا هوعدك ان انا هشتريك هديه جميله جدا، انا هعرف والدتي كل حاجه وهي هتحل الامر معاها وهتشوفي هيتحل بسرعه ازاي. فتتعصب لينغ وتقول انت مجرد متسول وتريد الوقوع في الحب كمان، روح لوالدتك دي مش هي دي اختك مش هتصرف عليك. فيقول لها وانت مالك انت؟ فتقول له انا بس مش بحب الاشخاص المجانين زيك. فتقول لها حبيبته انت ازاي بتتكلمي عنه كده؟ فتقول لها صح وانت كمان مش ناقصه دراع ولا رجل، ما تروحي تشتري اللي انت عاوزاه لنفسك، ما تفضليش هنا زي المتسولين. ولسه هتمشي يوقفها الشاب ويقول لها
مش هتمشي. فتقول له حسنا وانا هتصل لك بالامن. ويخاف ويمشي وهو يتضايق جدا، وتقول نن للينغ شكرا ليك لدفاعك عني. فتقول لها وايه الفايدة من انك تشكريني، انا مش هقدر اكون جنبك طول الوقت، انت لازم تعتمدي على نفسك شوية. فتقول لها بس في حاجة تانية ومحدش هيقدر يساعدني فيها غيرك انت يا لينغ. فتقول لها قولي في ايه. فتقول لها انا واقعة في حب كوش جدا، انا عارفة ان انتوا صحاب لكن انا بحبه بجد وعاوزاكي تساعديني نرتبط سوا. وتتصدم لينغ وتسكت. وتاني يوم في المدرسة يجوا طلبة السنة التالتة للفصل ويبدأوا يتخانقوا مع طلبة السنة الأولى. وتضحك لينغ وتقول إن هما مسليين جدا، ويضحك كش عليها وتنط لهم نان هنا وتقول أخ كش إيه رأيك نتغدى سوا. فيبص لينغ ويقول لها يلا نتغدى. فتقول له لأ أنا عندي حاجة مهمة لازم أعملها. وتقوم وتسيبهم وتفرح نان جدا ويتضايق كش من ده. وتمشي لينغ وهي متضايقة وتوقفها ماي وتقول لها انا وزيون مع بعض فعلا، عشان كده بطلي تفكري فيه. فتقول لها في الواقع ولا بيجي في بالي اصلا. فتقول لها انا اصلا مش بحبه، خلاف ان هو غني كان زماني تركته في يومين. وينده عليها زيون هنا ويجي يجري وتقول له حبيبي. ويقول لها ايه ده لينغ. وتقول ماي صديقتي لو لسه زيون في قلبك ما عنديش مشكلة، انتظر لحد ما تلاقي شريك حياتك ونرجع نتصالح. وارجع لزيون. فيقول زيون انتي بتقولي كده ليه واحنا هنعرف منين دي ممكن ترتبط امتى اساسا. فتتعصب لينغ من الكلام وتقول انا اصلا عندي حبيب. فتتصدم ماي وتقول بجد مين. وترجع الفصل وهي مكسوفة وتقول صديقتها اطلبي المساعدة من كوش، هو شخص وسيم جدا ومش هيرفض يساعدك. ويظهر كوش مع نان في الكافيتيريا وهي بتأكله وتقوله انت كويس وهو متضايق. وتيجي لينغ وتبص عليهم وتقول هقول ايه دلوقتي، وكوش بقى فيه بنت في حياته بالتأكيد مش هيوافق حتى يساعدني. ويشوفها كوش ويقول لها انت بتعملي ايه هنا. وتقول له انا. فتقول لها نان انت كويسه. وتمسك ايد كوش وتقول لها لو كويسه احنا رايحين المكتبه. فتقول لها بجد بس انا محتاجه كوش دلوقتي، هرجعهولك لما نخلص. وتشده منها وكوش فرحان. وتمشي ونان مصدومه جدا وتاخده البيت ويقول لها ايه نتظاهر بالحب. فتقول له كوش احنا صحاب اطمن مهما هيحصل هيعدوا بسرعه، هما كام يوم ونقول بعدها ان احنا انفصلنا عادي اوعدك. فيمشي. فتمسك ايده وتقول له اصل انت مش عارف اللي حصل وان زيون وماي ازعجوني جدا وشكلي هيبقى وحش قدامهم دلوقتي. فيقول لها فهمت انت لسه بتحبي زيون. فتقول له لا طبعا ازاي تقول كده. فيبص عليها ويقعد. فتقول له كش من فضلك ساعدني، وبعدين احنا مش كنا احباء طفوله وانت كنت واقع في حبي من زمان لكنك بتتكسف تقول ده. وكش مصدوم وتكمل وتقول له واحنا دلوقتي مع بعض وسعداء ايه رايك في القصه دي اللي انا هقولها للكل. ويسكت كش وتلف تلاقي يومياته وتقول له هو ده دفتر ملاحظاتك وتاخده. ولسه هتفتحه يبعدها كش وتقول له انت اتعصبت فجأة كده ليه، هو في سر ولا حاجة ما ينفعش اشوفه. وتقول له تمام لو عاوزه هتاخده بس في مقابل انك توافق. ويقول لها هاتيه الاول وياخده. وتقول له خد دي ملابس كابلز هنلبسها بكره كن مطيع. وتمشي وهو يفتح اليوميات بتاعته اللي حاطط فيها صورتها ويقول فتى غبية حقا. وفعلا تاني يوم يخرجوا سوا والناس تفضل تتريق على ملابسهم وتقول لينغ مالها الملابس. ويقول كوش انت بتعملي ايه. ويجي هنا زيون وماي وتقول له لينغ ما تبصش عليهم. ويجوا وتقول ماي انتوا مع بعض بجد حصل امتى ده. فتقول لينغ من وقت طويل قبل ما يعترف لك زيون بحبه حتى. فتقول له ازاي ما تعرفنيش حاجه زي كده يا لينغ، انا كنت قلقانه انك لسه بتحبي زيون طول الوقت ده وكنت حاسه بالحزن وخليتيني مش متجرأه حتى اوعده باي حاجه. فيقول لهم هنا زيون تهانينا. ويقول لماي عشان ما تحسيش بالذنب مره تانية يا حبيبتي. ويحضنوا بعض ويقبلوا بعض ولينغ قرفانه. وبعدين تقول ماي صح هو مش بكره نهايه عطله الاسبوع، رايكم نطلع عطله ولا ايه ونفضل لبكره هناك. وتقول لينغ ايوه. وتقول ماي احنا اتنين حبيبين اكيد هنبقى ممتعين جدا. ويمشوا. وتقول لينغ بكرهك يا ماي. فيقول لها بتعملي معاها كده ليه طيب فرحانه دلوقتي. فتقول له ان الصداقه بين النساء حاجه معقده انت مش هتقدر تفهمها، وبعدين ما تقلقش اسبوع ونعلن انفصالنا. وتمشي. وتظهر نان اللي شايفاهم وهو بيقرب منها ويهزر معاها ونان متغاظه جدا وبتقول ليه اخدتي كوش مني. ويروحوا الاربعه في الوقت ده مكان. ويقول لها زيون ايه رايك يا حبيبتي. وتقول ان المكان هنا جميل قوي ونقدر كمان ان احنا نشوي هناك. فتقول لينغ هو مفيش الا غرفتين ولا ايه. فتقول لها ايوه هقعد انا وزيون هناك وانتوا في الغرفه التانية هنحط حاجتنا ونروح نشتري اكل للسهره. ويضحك كش عليها. وتقول ماي عندنا حفله شوي بالليل. ويمشوا.
وتبص لينغ الكش ويدخلوا الأوضة وتقول له مش هنام بالليل وهنرجع بكل سهولة، ويقع منها حاجة نسائية وتتكسف جدا، ويروحوا السوبر ماركت عشان يجهزوا للحفلة، وتكون في ست كبيرة عند المحاسبة بتحسب ان الخبز كانت مفكرة بسعر ارخص، وتتكلم معاها اللي بتحاسبها بطريقة مش كويسة وتقول لها لو مش معاكي حق اطلعي بره احسن وراكي ناس كتير عايزة تمشي، وتتضايق لينغ وتقول ماي يلا ضيعتوا وقتنا على الفاضي خلصوا، وتحزن الست ولسه هتمشي، فتمسكها لينغ وتقول ان السوبر ماركت بتاعك اسعاره غالية جدا وكمان بتعاملي الناس بطريقة مش كويسة، هو محدش علمك تعاملي كبار السن ازاي؟ وتتضايق الست وتقول لها خليكي في حالك ما تتدخليش، فتقول لها بجد طيب وانا بشتري شفت اكتر منتج من منتهى الصلاحية الكل لازم يعرف حقيقة ده، وتخاف الست وتدي الخبز للسيدة بنص السعر، وتفرح الست وتشكر لينغ جدا، وتتضايق بتاعة السوبر ماركت فترمي لينغ الحاجة وتقول لها انا مش هاخد اي حاجة من دي رجعها مكانها بقى، ويضحك زيون وتمشي لينغ وكش وتقول ماي هي مجنونة كده دايما، وتقول لها الست انا مش عارفة هي بتتدخل ليه، فتقول ماي انت عارفة ايام المدرسة برضو كانت بتعمل كده دايما، وبعدين تفتكر ان زيون وراها وتغير الكلام وتقول له يلا نمشي، وهو يبص لها بغضب، وبالليل تبدأ الحفلة وتيجي ماي بكلب وتقول ان هي لقيته في الشارع وان هم ياخدوه معاهم، وتتضايق لينغ وتقول ان صحابه اكيد هيجوا ياخدوه، ويبص زيون لماي بغضب وتقول له ما كنتش اقصد حاجة انا كنت بهزر طبعا، وتقول لينغ انا هرجعه واروح احضر الاكل، ويقول زيون هاجي معاكي، وتتعصب ماي وتبدأ الحفلة بالليل فعلا، ويقف كوش يشوي وتبص عليه لينغ بكل حب وتقول يبدو وسيم جدا انا ازاي ما اخدتش بالي قبل كده من ده، وتاخد بالها ماي وتقول انا شفت احباء كتير بس عمري ما شفت بنت بتبص لحبيبها بالشكل ده، وتتكسف لينغ وتقول في سرها طبعا حبيبها المزيف، وكوش بيبتسم ويقول زيون يلا نبدأ شرب كلنا، فيقول كوش لا بلاش شرب انا هروح انام، فيقول له انت طفل ولا ايه، ويتكسف كوش ويرجع، وتقول ماي هنلعب لعبة واللي يخسر يشرب، فتقول لينغ لو مش عاوز تشرب بلاش تلعب، فيقول لها انت مفكرة ان انا هخسر ولا ايه، ويبدأوا لعب، وتاخد ماي ورقة الملك وزيون المساعد وتتحكم وتحكم لينغ وكوش يبصوا في عيون بعض لمدة دقيقة كاملة، وتقول لها انت بتختاري احكام زي دي ليه، وتقول لها ان دي لعبة والكل بيلعبها كده، وانا الصراحة بحس انكم اخوات اكتر من ان انتوا احباء وعاوزة اشوف بعيني يلا، ويبصوا لبعض وتبدأ المؤقت وتتنح لينغ وكوش لبعض، ويضيعوا الاتنين في عيون بعض ويضحك كوش وتخاف لينغ، ويبدأوا دور تاني وتفضل ماي الملكة وزيون المساعد وتطلب منه يعاقب لينغ، وتتوجع ويتضايق كوش جدا من ده ويردها له بس اجمد، وتقول ماي ايه ده احنا بنلعب مش كده، وتضحك لينغ عليه ويلعبوا طول الليل ويكونوا خلاص بيناموا، وتحكم ماي ان لينغ وكوش يقبلوا بعض ويقولوا قبلة قبلة، وكوش ساكت، وتقول لينغ هما اصلا مش فايقين يلا نمشي مش هيفتكروا اللي حصل ده بكره اصلا، وتقوم فيشدها كوش عليه ويقبلها، وتضحك ماي وزيون ويعمل كوش نفسه نايم، وتتكسف لينغ جدا، وبعد شويه يدخل زيون ماي الاوضه ويطلع يقعد قصاد لينغ ويقول ان ماي نايمه لكن اكتشفت بعد ما قعدنا سوا ان انتي ما قدرتيش تعبري عن مشاعرك ليا لمده 3 سنين، لكن الموضوع اتحسن بسرعه معاك انتي وكوش، فتقوله لكن انت لازم اشكرك على حاجه من غيرك ما كنتش هقدر ان انا اعدي امتحان قبول الكليه، فيقول لها انتي بتحبي كوش صح، فتقول له اكيد، فيقول لها شايف ده عشان كده لازم تحاربي علشانه برضه عشان تفضلوا سوا الندم وحش، وتسيبه وتدخل ما تلاقيش كش وتلاقيه نايم تحت، وتقعد جنبه وتبصله وتقول انا بجد واقعه في حبك، انت ايه انت بتحبني كمان يا ترى ولا ايه، وتلمسه فيصحى كش ويمسك ايديها ويقول لها انت بتعملي ايه، فتقرب تقبله وهو مصدوم، وبعدين يشدها هو كمان ويقبلها ويضحكوا الاتنين، وبعد فترة من رجوعهم المدرسة تقف لينغ عامل النظافة وتقوله طلع اللي انت خدته، ويقول لها انا ما خدتش اي حاجة انت ليه بتخلي شغلي يبقى صعب بالشكل ده، وتقول اذا هتخسر شغلك، ويقولوا الطلاب هي ازاي بتتكلم كده مع راجل عجوز بالطريقة دي، ويتجمعوا عليها ويقولوا لها انك فتاة سيئة جدا وان ما ينفعش تكوني طالبة جمعية ابدا، وتقول بقولك طلع اللي معاك، ويطلع محفظة ويمشي، والكل يقول لها انت ازاي تاخدي محفظة العم وامشي من هنا يلا وهاتي دي، ويوقف كش الراجل وبعد شوية يجي شاب ويقول هو مفيش حد شايف محفظة ضايعة هنا، وتقوم بص عليه لينغ وتروح تديله المحفظة ويبان ان الراجل كان سارقها وان لينغ اخدت بالها من ده، وتقول انك لو كنت رجعتها في هدوء ما كانش حد عرف انك سارق، ويمشي الراجل ويتكسف والكل يمشي، ويقول الشاب ايتها الفتاة الجميلة شكرا ليك انك لقيتي محفظتي انا لازم اعزمك على عشاء،
وتقول له لا مفيش حاجه لدوت ان من جامعتنا، ويقول لها لا انا لسه هنضم ليها السنه الجايه، عشان كده ما كنتش متوقع خالص ان انا اقابل اخت جميله زيك. ويسالها اسمك ايه وتقول له لينغ، وتمشي ويمشي جنبها وكش شايفهم وغيران جدا. وفي الفصل يشتري لها الشاب كرتونة مثلجات ويقول لها اختاري بقى انت بتحبي ايه، ويضحكوا في الفصل ويقولوا ان لينغ بدأت تكلم شباب الثانوي وتتكسف وتقول انت بتعمل ايه هنا، ويدخل كش ويقعد ويقول لين ما تقلقيش يا اختي، انا هعدي اختبار الجامعة قريب وهكون معاكي، انت ما عندكيش حبيب لسه صح؟ اياكي تقعي في حب حد، استنى اخلص الامتحانات وابقى معاكي ونرتبط، ايه رأيك؟ فيطلع كش وتجري وراه وتخبط في لين ويشوفهم كش ويتضايق، وتطلع لينغ من المدرسة ويطلع لين معاها ويقول لها هو ماله ده متضايق كده ليه، هو حبيب طفولتك صح؟ لكنكم مش لاقين على بعض، بس المهم يلا وصلك البيت بالعربية بتاعتي، ابي اشتريها لي اول ما طلعت الرخصة، وياخدها ويركبوا ويخبط حد بالغلط وينزل ويقول لها انت اللي غلطانة وانا مش هتكلم معاكي، انا عاوزك تعوضيني بالفلوس على الفور، وما يفرقش معاه اي حاجة. وتقول الست انا مش معايا فلوس حتى، ويقول لها لما انت متسولة جاية بتسوقي على الطريق ليه؟ وتقول لينغ عمتي انت كويسة مش عاوزين اي فلوس منك، بس خدي بالك من نفسك وانا هوصلك دلوقتي. ويقول لها لين انت بتعملي ايه؟ وتقول له روح انت صلح عربيتك وعرفني هتتكلف كام يا مغرور وانا هبقى ادفع لك حقها. وتاخد الست وتمشي وتروح تتأسف من كش، ويوقفها لين مرة تانية ويقول لها انت بتعملي كده ليه؟ وتقول له عاوز فلوس كام؟ ويقول لها انا قلتلك مش هاخد منك انت حاجة، وبعدين انا عاوزك تردي على اعترافي بحبي ليكي، يلا ردي دلوقتي. ويتعصب منها ويقول كش انا كان نفسي اضربك من فترة، ويمسكه ويضربه. وتاخده لينغ البيت وتعالج ايده وتقول له ليه عملت كده بس يا كش انا بخاف عليك. فيقول لها انت معجبين الكتار جدا الفترة دي وانا مش منهم. فتقول له واخر مرة يوم الرحلة. فيقول لها اننا كنا مش في وعينا وقتها، وتزعل وتمشي. وبعدين امه تسألها اذا كان كوش نايم ولا لا، وتقول لها اطلعي شوفهولي، وتطلع ويعمل نفسه نايم. وتقول لينغ انت نايم؟ طب كويس، دي فرصة كويسة ان انا اشوف فيها يومياتك. ويشدها كوش عليها وتقول له كنت عارفة، ويضحكوا الاتنين. وتاني يوم في الفصل يقول المعلم ان في حاجات مهمة في حياتنا ما ينفعش تستنى. وتقول لينغ ان انا ورايا حاجة مهمة فعلا ولازم امشي. وتمشي وتروح لكوش، واول ما يشوفها يقول لها انا معجب بيكي وانتي، وتقول له وانا كمان معجبة بيك، ويقول لها وانا بحبك. وتضحك ويحضنها ويكونوا فرحانين جدا. ونكون خلصنا احداث الجزء الثاني والاخير. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عاوزين ملخص مسلسل جديد على القناة ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في اسرع وقت ممكن. وقبل اي حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عائلتنا الجميلة فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوة زيكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.